هزعل الحريم مني شويه النهارده، ولكن دي الحقيقه. عاوز اقول لكم ان مفيش راجل بيكره مراته. مفيش راجل بيكرهها عشان شكلها، عشان ستايلها، عشان اي حاجه. المراه بتنكره فقط عشان طباعها الوحش. الطباع ديت والعياذ بالله ممكن يكون عندها حبه حقد، صوتها عالي، واقفه له ند بالند، عامله فيها راجل معاه يعني، مش بتقدره، مش بتقدر ظروفه، مش بتقدر مادياته، مش بتقدر الأزمات اللي بيمر بيها، مش بتقدر الخنقة اللي هو فيها بسبب موقف معين أو مشكلة معينة، أو سواء كانت شغل أو في علاقات اجتماعية أو زعلان مع حد. لو الواحدة مش بتقدر، صدقيني بتخسر الراجل قوي. الراجل بيحب الواحدة اللي بتقدر قوي، اللي قلبها نظيف، اللي هاديه، اللي بتهون عليه، مش بتقول له انا والزمن عليك. لا، الواحد يحب الواحده اللي بتقول له انا وانت على الزمن. يعني لو انت مفكره ان هو الراجل بيحبك ومعجب بيكي عشان خاطر شكلك حلو، عشان جسمك حلو، عشان عودك، لا 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 لا، الكلام ده كله مش هيدوم. ممكن يوم، ممكن شهر، ممكن سنه، ممكن 10. الكلام ده هيختلف. جسمك اللي انت منبهره بيه هيضيع، يا تخنتي يا رفعتي، مش هيدوم. لكن اللي هيدوم الطباع دي اللي هتدوم. لو الطباع دي تمام، هيبقى الحياه اللي جايه كلها تمام. لو اتعود منك وانت اتعودتي، مش هو لوحده اللي اتعود، لو انت اللي اتعودتي على الحنيه والقرب والجدعنه والمشاركه، وان انا اساله، وان انت رايح فين وجاي منين، مش ان انا بقيده، لا، بشاركك، بقول لك يعني انا ايدي في ايدك، انا من وراك، ما تقلقش، الدنيا مش هتيجي عليك. فطول ما احنا في ظهر بعض، احنا نقدر على اي حاجه. الوقت ده انت هتملكي قلبه، لان انت قدمتي اللي فعلا يملك قلبه، اللين والجدعنه والحنيه. ولو حبينا نقلب الايه، لو نفس الطباع دي في الراجل، الزوجه هتحبه قوي. لو هين العشره ولين وراجل مش عصبي، مش ممكن يكون في اوقات الراجل فيها بيمر بظروف تخليه خارج المألوف. اللي هو خارج المألوف ان هو يبقى عصبي متضايق، لكن مش ده طبيعته. الواحده لابد تبقى عارفه امتى هو ده ولا لا، ده زوجي ولا لا، هل هو كده فعلا ولا لا، هل هو فعلا في حاجه مضايقاه ولا لا. من اول ما يرجع من بره هتبقى واخده بالها. اوعى زوجك يرجع من بره وانت في اوضه النوم، اوعى يرجع من بره وانت في المطبخ. لابد تكون في استقباله على الباب، ويكون انت اخر واحده تكون واقفه له على الباب وهو خارج. خلي بالك من الحاجات دي قوي قوي قوي، تفرق مع الراجل قوي. الراجل لو دخل البيت وانت في اوضه النوم، اعرف ان ليلتك كده منهيه. مش منهيه ان انت هتموتي، لا، يعني ان انت الليله كده خراب وهيجي بعدها خراب. فانت اوعي تتكبري ويبقى عندك حته لا 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 لا. الراجل داخل، عرفت ان ده طلع او بيرن عليه ان انا اقابله، لو كلمني وهو جاي ده، ولا انا رنيت عليه وهو جاي، لابد اكون في اتم استعداد ان انا اقابله وانا في احلى صوره. لو دورنا على كميه الازواج اللي عايشين مع بعض متفاهمين، حنينين على بعض، جدعان، وبيتهم عامل ازاي وعشرتهم عامله ازاي، هنلاقيها احلى 1000 مره من اتنين ممكن يكون مستوى تعليمهم عالي، مادياتهم عاليه، وفي اختلاف مع بعض، لان كل واحد فيهم بيشد من ناحيه. لو كل واحد فيهم بيشد من ناحيه، هيجي يوم من الايام الحبل ده يتقطع. الجدع اللي لما يلاقي واحد بيشد التاني يرخي، ده يشد ده يرخي، لكن الاتنين هيشدوا الحبل هيتقطع. فخليك رحيم بيها، جدع معاها، وانت تكون حنينه عليه، مهتميه بيه، محتوياه في مشكله، في ظرف مادي، في ظرف اجتماعي، تكون انت اول الداعمين له، واقفه في ظهره، بتقويه، بتشد من اثره، هيحطك في عينه. اوعى تكوني حقد او غل او نكد او عناد محتوي على قلبك، هيقفل قلبه، بيتك مش هيدوم. خلي بالكم من بيوتكم، بالحب والرفق والمودة هتبنى البيوت. بالجشع والطمع والنكد والعناد هتهدم البيوت.